نعمل كيكة التايجر بأبسط طريقة وبأقل التكاليف، وبتطلع تحفة وهشة ومظبوطة 100%. وكمان في الفيديو ده هتعرفي كل أسرار نجاح الكيك. يلا لايك وتعالي تابعي الوصفة. محتاجين أول حاجة 2.5 كوباية من الدقيق، وده دقيق جميع الأغراض. هنعمل مكونات الجافة في بولة والمكونات السائلة في بولة. هنبتدي بالمكونات الجافة: 2.5 كوباية دقيق، رشة ملح صغيرة، كيس بيكنج باودر او محسن كيك، وبعد كده هنحط السر اللي بيخلي الكيك هش قوي: معلقتين كبار من النشا اللي هي كورن فلاور. تاني نقطة مهمة جدا تعمليها وهي تنخلي المكونات الجافة. هنحطها على بعض وننخلها مرتين. النخل مرتين هيخلي يدخل هواء، وفي نفس الوقت لو في شوائب في الدقيق او البيكنج باودر فاحنا بنتخلص منها. دخلته كده بنخله للمرة التانية، وده بيدخل لي كمية هواء حلوة جدا جوه الدقيق. بعد كده ببدأ اجهز المكونات السائلة. كل اللي احنا نستخدمه في الكيكة دي 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعليها طبعا فانيليا، وهنحط عليها 1 كوباية من السكر. وكوباية من السكر بيطلع الكيكة مظبوطة جدا. لو انت عايزاها مسكرة هتزودي 1/4 كوباية. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الخل، وده حاجة حلوة جدا ومحسن حلو قوي للكيك وللمخبوزات. طبعا الخليط السائل تقدري تحطيه كله في الخلاط او بالهاند بلندر او بمضرب يدوي المتوفر عندك. وانا بضرب كده الخليط ده، نزلت بكوبايه من الحليب وضربت كويس. بعد كده نزلت بكوبايه الا ربع من الزيت، يعني نص كوبايه وربع كوبايه زيت. خفقنا كويس وشلناه على جنب. هاتوا بقى المكونات الجافه وارجعوا ضيفوا لها المكونات السائله. خلاص هنضيف كده المكونات السائله ونبدا نقلب بسباتيلا لحد ما الدقيق يختلط كويس جدا، ويصبح عندي قوام الكيك اللي هو القوام اللي احنا عارفينه، اللي هو سميك بس يعني ينزل زي الشريط كده. كده تمام معايا وتاكدت ان مفيش اي تكتلات. يلا بينا بقى نقسم الخليط ده على جزئين. جزء هعمله بالكاكاو او بالشوكولاته، وجزء هعمله بالفانيليا. الجزء اللي انا هعمله بالكاكاو حطيت له 2 معلقه كبيرة من الكاكاو الخام، معلقتين كبار كاكاو خام. طبعا الكاكاو مفعوله نفس مفعول الدقيق، ممكن يتخن العجين شوية، فيستحسن ان احنا نحط قصادهم معلقتين كبار من الحليب، واقلب تاني لحد ما اصبح عندي قوام مظبوط. هجيب بقى الصينية بتاعت الفرن مقاس 22، هدهنها دهنة زيت بسيطة وهعفرها بالدقيق، وانزل بقى الخليط بالشكل ده في نص الصينية، وهبدأ انزل شوية من خليط الفانيليا وشوية من خليط الشوكولاتة لحد ما تخلصي المقدار كله اللي عندك. في الوقت ده انا بشغل فرن البوتاجاز على 180 درجة حرارة. الكيك لازم يدخل الفرن وهو الفرن سخن على 180، مش الكيك يدخل على الفرن بارد وبعد كده نسخنه، لا. علشان الكيك ينجح معاكي لازم يدخل فرن سخن على 180. هيقعد الصينية دي تقعد من ساعة الا ربع لساعة. لما تيجي تعدي عليها ساعة الا ربع، اختبريها بطرف السكينة. لو طلع شوية من الخليط الكيك لسه طري، يبقى هنسيبها ربع ساعة كمان. انا الكيكة دي خدت معايا ساعة الا 10 دقايق الا 5 دقايق في الحدود دي. لما بطفي عليها الفرن مش بخرجها على طول، لا، بسيب باب الفرن مفتوح شوية وبسيبها جوه الفرن. لما تبتدي تبرد جوه الفرن ببدأ اطلعها واقدمها. بسلكها الاول من الجوانب كده بالسكينة، وبعد كده تقدري تطلعيها بكل سهولة من الصينية وتقدميها. يا رب وصفة الكيك تكون عجبتكم. الوصفة دي ناجحة 100%. سيفوها عندكم او اعملوها شير مع اصحابكم. كمان ما تنسوش لايك شير كومنت اعرف رأيكم، واشوفكم على خير في وصفات جاية كتير. باي باي.